هلو هلو، أنا بوسي طه. هعمل معاكم النهاردة أحلى وأسهل صينية جلاش باللحمة المفرومة ممكن تعملوها في حياتكم. سهلة وسريعة وبجد مش هتاخد في ايديكم وقت خالص. حاجة سهلة كده بقى وسريعة وبجد مش هتاخد في ايديكم أكتر من 10 دقايق. ولو انتوا أول مرة تعملوا الجلاش باللحمة المفرومة، أنا متأكدة إن بعد الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه أبدا من حلاوته. شايفين لون الجلاش معانا عامل ازاي؟ وهخليكوا تعملوا احلى واسهل تعصيجة للحمة المفرومة، بسيطة وسهلة جدا وسريعة، مش بتاخد في ايديكم وقت خالص. وهقول لكم كل اسرار الجلاش، ازاي يطلع معاكم كده مقرمش من بره ومستوي كويس جدا من جوه وطري بالشكل ده. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. في طاسة سخنة بقى جدا على النار بسخنها الأول كويس جدا، بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الزيت بالشكل ده. أول ما الزيت يسخن معاكم بنزل كده باللحمة المفرومة على طول. أنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. شايفين لازم تسمعوا التش دي كده على طول، ودي من أهم خطوات ونجاح اللحمة المفرومة، إن هي تنزل معاكم كده على نار سخنة وتسمعوا الصوت اللي انتوا سامعينه دلوقتي ده. اللحمة بتتشوح معاكم كويس جدا في البداية، وبيكون التعصيجة بجد طعمها خطير. بشوح فيها كده بقى كويس. أول ما تبدأ تاخد لون معايا كده من تحت بقلبها، ولازم تكون في البداية النار عالية بالشكل ده لحد ما لون اللحمة يبدأ يغير معايا كده وتنضج معايا تماما. اللحمة بعد 3 دقايق كده بالظبط بتوصل معاكم للشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبتكون نضجت معاكم كده تماما واستوت كمان كويس جدا بنسبة 70%. أول ما تتشوح معاكم بقى وتوصل معاكم للشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتاخد معاكم كمان لسعة بسيطة كده خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بنزل عليها بقى ببصلاية متوسطة مقطعاها مكعبات صغيرة خالص، وفلفل حامي وشوية من الفلفل الألوان. بشوحهم برضو على نار تكون عالية لحد ما البصلة تبدأ تدبل معايا كده شوية. شايفين البصلة دبلت معايا كده شوية، أنا عايزاها توصل لكده، مش عايزاها تدبل أكتر من كده خالص معايا. هنزل عليها بقى بالتوابل، معلقة صغيرة من التوم البودر، نص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، ورشة خفيفة خالص من الفلفل الأسود، ورشة خفيفة من القرفة، ورشة خفيفة من الجنزبيل، ورشة بسيطة خالص من جوز الطيب، واتنين من ورق اللورة، ومكعب من الماجي. بقلبهم بقى واشوحهم كويس جدا كده مع بعض لحد ما يمتزجوا كده مع بعض كويس جدا، وابدأ اشم ريحة التوابل بتاعتي كده. بشوحهم لمدة دقيقتين بس على نار عالية لحد ما اللحمة تنضج معايا تماما، وكمان البصل يكون دبل معايا شوية لحد ما توصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بجد ان ده احلى عصاج لحمة ممكن تعملوه في حياتكم، ممكن تستخدموه في اي حاجة انتوا عايزين تعصجوا ليها اللحمة، بجد بيكون طعمها خطير. شايفين شكل اللحمة حلوة قوي ازاي؟ يلا بينا نبدأ نرص مع بعض بقى الصينية. معايا جلاش عادي جدا، استخدموا اي نوع جلاش انتوا بتفضلوه او بتحبوه. معايا شوية من السمنة وشوية من الزيت، بمكسهم كده مع بعض كويس جدا واقلبهم، وابدأ ادهن بيهم كده الصينية بتاعتي بالشكل ده. ادهنوها كويس جدا عشان ما تتلسعش معاكم كده من تحت، وادهنوها كمان كويس جدا كده من الجوانب بالشكل ده. بطيف بقى ورقة ورقة من الجلاش بتاعي بالشكل ده كده في الصينية، وافردها كده كويس جدا، وما بين كل طبقتين كده ببدأ ادهن كده بالسمنة والزيت بتوعي عشان خاطر تكون مورقة كده معايا. انتوا ممكن تدهنوا عادي ما بين كل طبقة وطبقة، بس انا بحبها بالطريقة دي، بتكون خفيفة اكتر وفي نفس الوقت برضو بتكون مورقة. بكرر نفس الخطوات، بضيف ورقة الجلاش كده في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسويها كده كويس جدا. ولو في اي زيادات كده معايا ورقة مقطوعة بضيفها كده في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسويها برضو كويس. وبعد كده بدهنها سمنة وزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكرر نفس الخطوات لحد ما اخلص نص اللفة اللي معايا بتاعة الجلاش، وبعد كده بضيف اللحمة المفرومة واوزعها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبكمل باقي رص الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدهن عليهم سمنة وزيت لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. انا كده خلصت رص الصينية بتاعتي. لازم يكون اخر طبقتين مش مقطوعين ولا فيهم اي حاجة، بحيث ان الصينية معاكم الوش بتاعها يكون مظبوط كويس جدا. بقطع الجلاش بتاعي بقى بالشكل ده، بقطعه بالعرض وبعد كده برجع اقطعه بالطول. قطعوه بالشكل اللي انتوا بتحبوه، وده بيكون شكل الصينية بتاعتي. بدخلها الفرن الاول لمدة 3 دقايق، وبعد كده بطلعها من الفرن، بضيف عليها كوباية لبن كاملة
وبيضاية وشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر، وبقلبهم كده كويس جدا مع بعض، وبوزعها كويس جدا كده على الصينية بالطريقة دي. لازم تدخلوا الصينية الفرن الأول لمدة 3 دقايق، وبعد كده بطلعها وأضيف عليها الخلطة اللي احنا عملناها دي. الحركة دي بتفرق معاكم جدا، بتخلي الوش بتاعكم كده مقرمش وخطير، ومن جوه بيكون مستوي معاكم كويس جدا. بفتح الفرن على درجة حرارة 180 وادخل الجلاش الفرن لمدة تلت ساعة وبيكون مستوي معاكم. ما بفتحش الشواية خالص إلا لو لسه ما أخدش لون معاكم وهو استوى، فببدأ إن أنا أفتح الشواية لمدة دقيقة فقط وبيكون متحمر معاكم وبالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. عايزة أقولكم بجد إن ده أحلى وأسهل طريقة للجلاش باللحمة المفرومة ممكن تعملوها في حياتكم، بجد خطير. الجلاش مستوي معانا كويس جدا، وكمان الطبقة الخارجية دي مقرمشة وطعمها خطير، ومن جوه طري ومستوي كمان كويس جدا. شايفين شكل الجلاش طالع معانا ازاي كويس جدا، وكمان مورق وشكله خطير. والتعصيجة بتاعت اللحمة المفرومة بجد شكلها وهم. عايزة اقول لكم ان انتوا ممكن تضيفوا اي اضافات انتوا حابينها، ممكن تضيفوا زيتون، ممكن تضيفوا جبنة موتزاريلا، ممكن تضيفوا جبنة شيدر، اي حاجة انتوا بتحبوها ممكن تضيفوها. انا حبيت ان انا اعمله معاكم بطريقة سهلة كده وبسيطة، الطريقة الاصلية. جربوا الجلاش بقى بالطريقة الخطيرة دي، ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. وما تنسوش تعملولي لايكات وكومنتات عشان اعرف ان وصفاتي بتعجبكم. وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.